صح الجزائر تأسست سنة 1962. اقعد هنا وكمل الفيديو باش تعرف التاريخ الحقيقي تاع المغرب العربي. قدماء اليونان والإغريق كانوا يطلقوا اسم ليبيا على كامل المغرب العربي، ومن بعد تطورت التسمية بعد ما صراو تقسيمات، ولات كاينة لاما سيسيلي ولا ما سيسيليا الممتدة من سهول سطيف وبرج بوريريج حتى الواد ملوية غربا. كاين تاني لا ماسيليا اللي هي قسنطينة وغرب تونس حتى لطبرقة. وكاين لا جيتوليا واللي هي كامل المنطقة الصحراوية. بعد مرور الزمن لاما سيسيلي ولات موريتانيا الشرقية، ولا ماسيلي ولات هي نوميديا. بعد ما جاو العرب ومن بعد نحكوا على كيفاش جاو بالتفصيل، اطلقوا اسم المغرب العربي على كامل وش كاين بين برقة شرقا يعني الحدود تاع ليبيا والمحيط الأطلسي غربا، والبحر الرومي اللي هو البحر الأبيض المتوسط شمالا، والصحراء الكبرى جنوبا. كاين تاني قسطيلية واللي ما يعرف اليوم باسم الجريد، تلقاو التفصيل تاعو عندي في التيك توك والانستغرام. بعد ما جاو العرب واستقروا هنايا، قرروا باش يزيدوا يقسموا المغرب العربي الى 3 مناطق على حسب الممالك اللي كانت هذاك الوقت. اولا عندنا مملكه افريقيا اللي لقبوها بالمغرب الادنى وهي تونس حاليا. ثانيا عندنا مملكه المغرب الاوسط اللي القاعده تاعها تلمسان وجزائر بني مزغنه واللي هي الجزائر حاليا، ورانا رايحين نزيدوا نحكيو عليها بالتفصيل. واخيرا مملكه المغرب الاقصى اللي كما راكم تشوفوا في الوثيقه اللي حطيتها لكم في الفيديو، الحدود ديالها الشرقيه واد ملويه والحدود تاعها الغربيه هو المحيط الاطلسي. نجوزو دوكا تحديدا الجزائر بعد ما هضرنا على المغرب العربي وعطيت لكم لمحه مختصره عليه. الجزائر هي عباره عن موريتانيا الشرقيه ونوميديا وجيتوليا. حده الشمالي هو البحر المتوسط، الحد اللي هو الحد الطبيعي تاع المغرب كامل، والحد الجنوبي تاعو هو السلاسل الجبليه تاع الرمل اللي تبدا من المحيط الاطلسي حتى لنهر النيل، واللي هو كذلك الحد الطبيعي تاع المغرب العربي كامل. اما الحد الغربي تاعو هو واد ملويه واللي هو تانيك حد موريتانيا الشرقيه، والحد الشرقي هو طبرقه واللي هي الحد تاع نوميديا. هاد الوطن هذا تقرر من هاد الحدود من العصر القرطاجني، وبدأ يتقسم داخله إلى إيالات تختلف باختلاف أنظار الدول والملوك اللي كانوا يستقروا في هذيك المنطقة، سورتو بعد ما جاو العرب وأسسوا هنايا دويلات اللي رانا رايحين نحكيو عليها في المستقبل. ومن بعد ما نزلوا الأتراك في المنطقة نقصوا شوية من حدوده الشرقية ومن حدوده الغربية، ومن ثم بقات حدود الجزائر كما راهي إلى يومنا هذا شرقا وغربا. أما بالنسبة للفظ الجزائر، قبل كلش لازم نعرفوا باللي كلمة الجزائر ظهرت في القرن العاشر كي راح لها بولكين بن زير الصنهاجي ولقى فيها بقايا تاع الآثار الرومانية، وقرر باش يأسس فيها المدينة ديالو اللي رايحة تصبح فيما بعد مملكة الجزائر بالقوة تاعها والنفوذ ديالها، واللي ولات حاليا عاصمة لدولة الجزائر اللي كنت نحكي لكم عليها دوكا شوية بها بالحدود تاعها في المغرب العربي كله. صح، كي جاو العرب هنا وشنو هما أهم المراحل والدويلات اللي جازوا على المغرب الأوسط قبل ما يلحق يستقر بولقين بن زيري هنايا، وهو منين جاو كيفاش حتى جا، وش كانت جزائر بني مزغنة قبل ما يجوا العثمانيين. كامل هاد التفاصيل نحكوا عليهم في الفيديو الجايين. نعطيكم موعد نهار تاني ان شاء الله. ما تنساوش تابوني وديروا جيم وتبارطاجيو باش ما تراطيو حتى جديد. وبلا ما نوصي على تيك توك وانستغرام تاني كنتم عارين في قناه ريمايند، هيا صحيتو.